السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير قوي قوي قوي. النهاردة ان شاء الله هنعمل بانيه بطريقة سهلة جدا وجميلة، وكله في طبق واحد. يعني مش هنتعب نفسينا بكذا حاجة، لا هنختصر كل المكونات في بعض. هنعمله بطريقة حلوة جدا هتعجبكم بإذن الله. وهنعمل جنبيه مكرونة محمرة بالطماطم بطريقه حلوه برضو جدا وجميله وسهله قوي. وما شاء الله المكرونه طلعت معانا مفلفله وطعمها حلو قوي قوي قوي. وهنا قدمت معاه طبق خيار مخلل مع طماطم مع فلفل بارد على حامي. يا رب الفيديو بتاع النهارده يعجبكم. ما تنسوش تبقوا تعملوا لي لايك وتدعموني وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتي. النهارده بقى تعالوا نشوف مع بعض المكونات بتاعتنا هتبقى ايه. مكوناتنا سهلة جدا وبسيطة، وطبعا البانيه حسب الكمية اللي تحبيها. انا هنا استخدمت نص كيلو بانيه عشان ما كانش عددنا كتير، فاستخدمت نص بس. فطبعا حضرتك ممكن تستخدمي الكمية اللي انت عاوزاها. تمام. وعندي هنا التوابل بتاعتنا: الملح والفلفل الاسمر وبابريكا وبهارات وتوم باودر. وعندي هنا بصلاية بشرتها بالمبشرة، او ممكن حضرتك تضربيها في الكبة زي ما تحبي. تمام كده. المكونات بتاعتنا لغايه دلوقتي كده سهله جدا. تمام. اول حاجه هنا انا هجيب بوله هنزل عليها بالفراخ. الفراخ طبعا غسلاها حلوه قوي ومصفياها من الميه. هنزلها في البوله بالشكل ده كده، وهنزل عليها بالبصل اللي انا بشراه بالمبشره. وبعد كده هنزل عليهم بالتوابل. التوابل زي ما قلت لحضراتكم ان هي معلقه ملح ومعلقه فلفل اسمر ومعلقه بابريكا ومعلقه بهارات السبعه ومعلقه توم باودر. وبعد كده نزلت عليهم بمعلقه صويا صوص، طبعا دي اختياريه مش اجباري زي ما تحبي. وهنزل عليهم بليمونه هعصرها، وافضل اقلب فيهم بالشكل ده لغايه ما كل التوابل تمتزج مع البصل مع الفراخ، تبقى كله اتشرب من بعضيه بالشكل ده كده. هجيب بقى عندي ليمونه وهعصرها، وهسيبه في التلاجة ليلة كاملة او 3 4 ساعات 6 ساعات زي ما تحبي. المهم حضرتك اللي انت تسيبيه في التتبيلة دي شوية عشان يتشرب وياخد طعم التتبيلة بتاعتها. هفضل اقلب فيه كده. بس بقى معايا بالشكل ده كده. هنا بقى كده انا هعمل المكرونه. جبت حله حطيت فيها زيت، وهنزل عليها بالمكرونه الصغيره بتاعه التحمير. انا بحب المكرونه الصغيره الحجم ده. وهفضل اقلب فيها لغايه ما تاخد اللون الذهبي، تتحمر المكرونه كلها تتحمر. طريقتها سهله جدا وجميله وحلوه قوي. بتبقى خفيفه المكرونه المحمره دي، تحسي ان انت بتاكلي مكرونه كده خفيفه خالص. هنا كده ما شاء الله عليها خدت اللون الذهبي الجميل. قربت كده تاخد تبقى متحمره كلها. اهم حاجه ايدك تبقى فيها عشان المكرونه ما تتحرقش منك. يعني المكرونه دي توطي عليها النار وايدك تبقى فيها على طول، ما تسيبيهاش وتقولي لا لغايه كده هتتحرق منك كلها. فافضل اقلب فيها كده ايدي فيها على طول. وهنا جبت انا طماطمايه مقطعاها مكعبات صغيره، او لو عندك صلصه فممكن تحطي معلقه صلصه. بس انا ما كانش عندي صلصه فقطعت طماطمايه مكعبات صغيره. وهنزل عليها بالميه. الميه تغطي المكرونه عشان انا مش عايزاها تبقى ناشفه، لا انا عايزاها تبقى فيها صوص كده يعني المكرونه تبقى فيها صوص كده حلوه. واقلب وهنزل بمكعب مرق الدجاج، بيديها طعم حلو قوي. هنا اهو هنزل بقى بعد مكعب المرق اهو. وبعد كده احط ملح وفلفل اسمر وكمون، وشكرا على كده. فلفل اسمر وشويه كمون، واقلبهم في بعض
يعني هنا كده حسيت ان هي محتاجه ميه كمان، فهنزل بشويه ميه. لو عندك شوربه طبعا تبقى جميله جدا، بس مش عندي، ما كانش عندي متوفر شوربه. هقلبها بقى كويس واغطيها، واول ما تتشرب اروح موطيه عليها النار. هنا كده البانيه طلعته من التلاجة. هنا كده انا جبت بضايه عشان انا مستخدمه كميه بانيه قليله، فهحط عليها رشه ملح ورشه فلفل اسمر. لو كميه البانيه كبيره حطي بيضتين، واقلبهم حلو قوي. انا اوفر بقى عليكي الوقت اللي انت بقى ايه، يبقى البانيه لوحده والبيض لوحده، لا انا عايزه كله في بوله واحده، فهروح نازله بالبيض على البانيه على طول. جربوها بالطريقه دي وهتبقى معاكم حلوه جدا. جربوها بالطريقه دي وهتعجبكم قوي قوي، جميله جدا. ووفرت عليها انا وقت بقى ومجهود البانيه اللي انت بتحبيش تعمليه بسبب كذا خطوه فيه، لا انا وفرت عليكي خطوه البيض على طول فحطيتها في البانيه. هقلبهم كده بقى بالشكل ده. وهنا بقى عندي جبت الكفر بقى بتاع البانيه. جبت هنا فيجيتار على بقسماط، وهنزل عليهم بمعلقه بسنه ملح وسنه فلفل اسمر، واقلبهم حلو قوي في بعض. بحب انا كده احط على البقسماط والفيجيتار سنه ملح وفلفل اسمر برضو، تديهم سنه ملح حلو، يعني بيدي طعم حلو. هقلبهم كده بالشكل ده. وهجيب بقى البانيه واغطي بقى بالكفر كله كده، افضل اقلب لغايه ما احس ان البانيه كلها اتغلفت بالكفر بتاعنا اللي هو الفيجيتار والبقسماط مع بعض بالشكل ده كده. تفضلي تدوسي عليها كده عشان تحسي ان هي كلها اتشربت من الكفر. وهكمل بقى اعمل لكم واحده كمان واكمل انا بقيه الكميه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. طريقته سهله جدا وبسيطه وحلوه قوي. جربوه بطريقتي وهيعجبكم جدا باذن الله. وهنا كده شكل المكرونه بتاعتنا ما شاء الله عليها مفلفله وجميله كده، داخله على السوا خلاص. هغطي عليها واسيبها تكمل سواها، انا كده مهديه النار عليها خالص. تمام. تعالوا بقى مع بعض نقلي البانيه. انا هنا جبت طاسه حطيت فيها زيت وسبت يسخن حلو قوي، وهنزل عليه بقى بشرايح البانيه كده بالشكل ده واسيبها. وهنا كده انا حطيت البانيه، هسيبه بقى كده مش هقلبه. اول ما تحسي اللي تحت خد اللون الذهبي بتاعه جميل، تروحي مقلباه على طول عشان ما يتهريش منك ولا الكفر يفك منك. والحمد لله الكفر ما فكش معانا وطلع جميل جدا ومستوي وحلو قوي. بقى معانا بالشكل الحلو ده، بصوا كده ما شاء الله خد اللون الذهبي الجميل كده. انا هبتدي هقلبه وهكمل بقيه الكميه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. طريقته حلوه جدا وسهله وبسيطه وما بتاخدش منك وقت، في 10 دقايق تكوني الوصفه مخلصاها. وهنا كده الوصفه بتاعتنا انتهت. عملنا المكرونه المحمره وعملنا البانيه الذهبي الجميل، وحطينا معاه طبق المخلل الحلو ده. والمكرونه بالطريقه دي جربوها برضو، طريقتها سهله جدا وجميله. والبانيه معانا ما شاء الله عليه طلع مستوي وحلو قوي، والكفر مفكش منه، والتتبيله رائعه فيه، ولا حدقه ولا دلع، لا حلوه قوي مظبوطه جميله جدا. وجربوها بالطريقه دي هيعجبكم باذن الله. وانتي واقفه في المطبخ في 10 دقايق، في 10 دقايق وانتي واقفه في المطبخ تكوني مخلصه الاكله الجميله ديت البسيطه. طريقتي يا رب طريقتي تكون عجبتكم. ومتنسوش لو عجبكم الوصفه تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان ينزل لكم كل جديد، وتشجعونا ان احنا نوصل ل10,000 مشترك. بحبكم يا احلى حاجه في الدنيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.